هاي ازيكم النهارده هتكلم على قاعدة سو أو سو ذات كمان such أو such أو and that. تعالوا نشوف إيه معناهم وإزاي بتيجي. خلينا نكون متفقين إن سو أو such هي معناها جدا، ودي تعتبر حاجة زي كده من intensifier. يعني إيه intensifier؟ يعني حاجة بتقول لك إن الصفة دي درجتها قد إيه، يعني مثلا لو واحد طويل طوله قد إيه، هل شوية ولا نص نص ولا كتير. فمنهم كلمة so، منهم كلمة such a و such a، ودي معناهم جدا طويل جدا، بقول so tall أو so a tall man أو boy. تعالوا نشوف إزاي نستخدم so أو such. لو جينا هنا شفنا مع بعض مثال so. so من التنسيفايرز اللي بتحب يجي بعدها الادجكتيف على طول. so بيجي بعدها الصفة تماما، يعني so beautiful so tall so short whatever الصفة هي. أما such a أو an أنا بجيب بعدها الصفة وبعدها الاسم، بس خلي بالنا إن لو الاسم أصلا جمع أنا مش محتاجة a أو an عادي. يعني أقول such a beautiful girl such a beautiful girls عادي خالص. المشكلة في الاسم ده، لو مفرد أنا بحط له أو آن، مفيش جمع عادي بحط له هنا الصفة عادي على طول، بس such عايزة معاها اسم وفي النص هنا الصفة. هل ينفع سو تاخد اسم زيها؟ والله مش في الحالة دي، ولكن في حالة اللي احنا لو حطينا ذات، وهنا معنى سو ذات بيبقى معناها ليها معنيين. في سو ذات معناها درجة أن، تمام، سو ذات، وفي معناها لذلك، دي كده لازقين في بعض، أو ممكن مش شرط يبقوا لازقين في بعض معناهم لذلك. وفي واحدة تانية معناها سو الصفة، ذات معناها درجة كذا، ذات معناها لذلك، أو ممكن أفصلهم عن بعض وأحط هنا في نص الصفة عادي جدا مفيش مشكلة. درجة ان دي كبيرة جدا أو عالية جدا لدرجة أنا مش قادرة أطولها، فهنا بس اقدر استخدم كلمه سو واحط الصفه واحط ذات، واقوم حاطه هنا الحاجه اللي انا اقدر اعملها او ما اقدرش اعملها، درجه ان اقدر اعمل كذا او ما اقدرش اعمل كذا. بس هنا انا حطيت سو الصفه لان قلت سو بعدها صفات، لكن ممكن احط سو الصفه واقوم حاطه الاسم المفرد اللي هو الستوري. يعني اقول كده it was so amazing a story that I've read. I've read قريتها كلها. كانت جميلة جدا ممتعة جدا القصة لدرجة إن أنا قريتها كلها، فاستخدمت هنا سو الصفة والاسم المفرد، ممكن والاسم المفرد. في الحالة دي أنا أقدر أحط مع سو الاسم أو وأقوم حاطة بعدها الاسم بتاعنا، يعني الصفة أو وبعد كده الاسم عادي تنفع مع دي. طب لما اجي استخدم ينفع اشيل سو ذات واحط مكانها ساتش عادي، بس امتى بقى؟ لا ساتش انا قلت لكم خلي بالكم ان بعد الساتش عايزه او ان الصفه الاسم المفرد، انا هستخدمها عادي نفس المثال ده بس مع ذات اهو سو، بدل سو يبقى it was such مثلا an amazing، لان هنا دي amazing هنا هحط amazing يبقى تاخد ان، يبقى amazing story that I have read all، لدرجة أنا قريتها كلها. خلاص؟ يبقى احنا نطلع هنا بحاجة إن أنا عندي سو ذات درجة أن بتساوي such ذات، بس هنا أحط أو أن الصفة والاسم المفرد، لكن هنا الصفة أو الصفة أو والاسم المفرد، يعني دي في النص. شوفوا الفرق؟ فرق واضح جدا. طب تعالوا نتكلم مثلا في حاجه اسمها درجه ان بس بيجي اللي بعدها منفي، يعني بتساويهم بس حاجه ثانيه خالص اللي هي اسمها 2 او 2 او واحده عادي، دي بحط برده بعدها هنا الصفه، بس اللي بعد 2 دوت هو ده ما بيحصلش، يعني كان هنا مثبت يبقى ما حصلش. فاهميني؟ يعني العكس بيحصل، عكس على العكس دي، يعني اللي بيتم هنا بعد سو وساتش ده بيتم، لكن هنا بعد 2 او 2 او واحده هنا ما بيتمش، العكس. والله كان صعب جدا الامتحان لدرجه ان انا ما حلتش،
يبقى هنا answer، ده اكتب هنا answer رغم ان حاطه هنا تو عادي مفيش اي نفله عادي. هي هنا افهم ان انا معناها ان الدرجه هنا ما حلتهاش، ان انا ما حلتهاش. القاعده سهله جدا مفيهاش اي حاجه خالص. بكل الموضوع ان لازم نفهم هو قصده ايه والمعنى ايه، وسو بيجي بعدها ايه، وساتش بيجي بعدها ايه، والتو اتنين او. Thank you for watching and please don't forget to share the video.